Ich fahre hinter dich ولا ich fahre hinter dir؟ أنو جملة منهم صح؟ هذا السؤال سألني إياه أحد الأصدقاء. الجواب هو الاثنين صح، ولكن بدك تفهم الفرق بيناتهم. الفرق بيناتهم هو المعنى، يعني معنى الجملة أو الترجمة الحرفية. لما أقول لك ich fahre hinter dich، أنا هون استخدمت الأكوزاتيف، وأنا بعرف لما استخدم أفعال حركية فيها انتقال من مكان لمكان وبسأل بي إلى أين، يعني أنا لوين رايح وأنا عم طبق هذا الفعل اللي فيه حركة، فهون بستعمل الاكوزاتيف. مثلا بقول لك ich laufe in die Schule، يعني انا ماشي الى المدرسه، رايح على المدرسه، فانا هون عم حدد وجهتي لوين انا رايح، على المدرسه، اذا بستخدم الاكوزاتيف بقول لك ich laufe in die Schule. اما لما استخدم الداتي فانا بكون عم بوصف مكاني، يعني السؤال هو اين انا؟ اين انا وانا عم قوم بهذا الفعل اللي فيه حركه. يعني بقول لك مثلا ich bin in der Schule، يعني انا في المدرسه، انا هلا حاليا بالمدرسه، وصفت مكاني وموقعي. لذلك بالجمله لما اقول لك ich fahre hinter dir، اذا انا هون عم بوصف مكاني، وين انا عم قود؟ عم قود خلفك. وبالتالي ich fahre hinter dich كان معناها انه انا عم بتجه لخلفك، يعني انا بمكان بعيد عنك وعم بتجه بالسياره لوراك وعم حاول صف وراك، فهون بقول ich fahre hinter dich لانه انا عم حدد وجهه. اما لما اقول ich fahre hinter dir، اذا انا اصلا وراك بالسياره ولكن عم سوق، يعني على نفس الخط، فانا عم بوصف مكاني، انا وراك وعم سوق ich fahre hinter dir. انا بعيد عنك وبتجه لخلفك ich fahre hinter dich.